دائرة الهجرة USCIS قامت بوقف وحطت هولد على جميع طلبات الهجرة، هذا بتاريخ 2/12/25 من 19 دولة المذكورة من أول. شو معنى هذا الشيء؟ معناه أي معاملة هجرة جديدة راح تتقدم أو بيندنج اتقدمت هي تحت الهولد، وما فيش عليها أي تجديد نهائيا حتى يتم البحث والتقصي عن خلفية المتقدمين. زي ما احنا عارفين هاي الدول 19 دولة، وقد تزيد لأنهم راح يضيفوا عليها دول أخرى، قد تزيد حتى توصل تقريبا ل فوق 30 دولة. من هاي الدول اللي بجزء المشاهدين بيحبوا يعرفوها الدول العربية بالذات، اللي هي السودان واليمن وليبيا والصومال، وأيضا أفغانستان كدولة أخرى. أيضا مش معنى هذا الشيء بس اللي هي وقف معاملات هذول الناس اللي تقدموا بطلبات من اللحظة اللي استلم فيها بايدن الحكم. أيضا الناس اللي حصلوا على أسايلم، حصلوا على أي بنفتس، جرين كارد حتى أخذوه، راح يتم مراجعة طلباتهم بشكل كامل ومقابلة جديدة وكل شيء من أول وجديد. وخاصة طبعا ما ننسى الناس اللي أخذوا مساعدات حكومية، يعني الناس اللي معاها هاي البنفتس راح يتم مراجعتهم بشكل كامل ووقف لكل شيء. هاي أخبار غير جيدة لكثير من الناس، بس الأمور عم بتسوء زي ما احنا شايفين بعد الحادث المأساوي اللي صار بواشنطن دي سي. شكرا لكم، رياض الوادي معكم من سان لويس ميزوري. Please follow me, share, like and comment. تسلم.